المعذبون في الأرض. يعتبر الشعب الجزائري من أحدى الشعوب المعذبة في الأرض، ولكن الغريب أن نجد من بين الشعوب الإفريقية المعذبة في الأرض شعب شمال إفريقي، لا هو من الشعوب الفقيرة ولا هو يعاني من الحرب أو من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، ومع ذلك فهو يعاني من مشاكل لا حصر لها من أجل الحصول على ما يسد به رمقه، ويحارب به الجوع والعطش بسبب قلة المياه وندرة المواد الغذائية الأساسية. الشعب الجزائري الذي تزخر أرضه بثروات طبيعية هائلة تدر على خزينة الدولة ملايير الدولارات، وبلاده تعتبر البلد الأكبر مساحة في إفريقيا، وبها مساحات شاسعة صالحة للفلاحة والزراعة، ومع ذلك فهو يعيش الفقر والحرمان في أجلى صوره. فما نراه اليوم في الجزائر من طوابير لا متناهية منذ الفجر، وما يحصل فيها من ركض وراء شاحنات توزيع الحليب لأمر مخجل ومقرف حقاً، وما هذا إلا دليل على إفلاس النظام العسكري المتحكم في رقاب الشعب الجزائري. فوضع هذا الشعب يشكل استثناء بين الدول النفطية، فأين ذهبت إذن ثرواته حتى أصبح معرضاً للجوع والعطش وكل أنواع الحرمان؟ أين الدولة؟ أين الحكومة؟ أين المؤسسات؟ هل إسرائيل أو المغرب أو فرنسا هم السبب في هذه الطوابير اللامتناهية منذ الفجر؟ ألم يحن الوقت لتصحى أيها الشعب الجزائري؟ كان معكم الغيور على وطنه.